كأس آسيا 2027. موعد البطولة، مجموعات البطولة، مجموعة الموت، المجموعة الحديدية، وتوقعاتنا لهي البطولة رح نحكيها إن شاء الله في هذا الفيديو. لكن قبل ما نبلش بتمنى منك الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، ويلا على التفاصيل. موعد بطولة كأس آسيا 2027 رح يكون إن شاء الله 7/1/2027 حتى 5/2/2027. البطولة ستقام إن شاء الله في السعودية في مدن الرياض وجدة والخبر. إذا المملكة العربية السعودية تستضيف البطولة إن شاء الله بالفترة بين مثل ما حكينا 7/1 حتى 5/2/2027. رح نحكي هلا عن مجموعات البطولة وتوقعاتنا مع بعض التحليل الفني لأداء المنتخبات في هذه البطولة وخصوصا المنتخبات العربية. المجموعة الأولى ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، فلسطين، الكويت، عمان، 4 منتخبات عربية. السعودية مستضيف البطولة بالإضافة إلى الكويت وعمان وفلسطين. في هي المجموعة في شيء مميز، السعودية والكويت وعمان رح يلتقوا مع بعض في بطولة كأس الخليج الشهر القادم. الشهر القادم في شهر 9 في عندنا بطولة كأس الخليج أيضا ستقام في السعودية. المجموعة الأولى بتضم السعودية والكويت وعمان والعراق، يعني يلتقوا هدول المنتخبات في كأس الخليج، بعدين بعد 3 أشهر سيلتقوا أيضا في كأس آسيا. فبالتالي حيكون المنتخبات بتعرف بعضها مزبوط، رح تواجه بعضها في كأس الخليج قبل ما يتواجهوا في بطولة كأس آسيا اللي هي طبعا البطولة الأهم. المنتخب السعودي أكيد هو المنتخب المرشح الأول، يعني تأهل متصدر من هذه المجموعة، ولكن مجموعة ما سهلة. منتخب فلسطين منتخب متطور بشكل هائل، وصل للدور الثالث في التصفيات الماضية لكأس العالم. منتخب عمان أيضا وصل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وكذلك المنتخب الكويتي عم نشوف عودة الأزرق الكويتي شيئا فشيئا. فبالتالي المجموعة لن تكون سهلة. ممكن السعودية تضمن التأهل بحكم أنها مستضيفة البطولة وتتأهل، ولكن المنتخب الفلسطيني والمنتخب العماني والكويتي يكونوا منافسين صعبين على منتخب الأخضر السعودي. المجموعة الثانية هي المجموعة الحديدية. المجموعة الحديدية اللي بتضم منتخبات أوزبكستان، الأردن، كوريا الشمالية، ومنتخب البحرين. المنتخب الأوزبكي والمنتخب الأردني وصلوا لكأس العالم، منتخبات مونديالية، فهي مرشحة بشكل أكبر في التأهل من هذه المجموعة. الأردن وصيف كأس آسيا العام الماضي أو البطولة الماضية، فبالتالي المنافسة بين أوزبكستان والأردن على المركز الأول والثاني فينا نكون متفقين على هذا الشيء. ولكن منتخب كوريا الشمالية من المنتخبات المزعجة جدا لأي منتخب بيلعب ضده. منتخب كوريا الشمالية منتخب ما بتحسن تفهم طريقة لعبه، مع المنتخبات الكبيرة بيفوز، مع المنتخبات الضعيفة بيخسر، فما فيك تفهم طريقة لعبه. منتخب مزعج لأي منتخب بيلعب ضده، فرح يكون منتخب ليس بالسهل. هذا الكلام رح تشوفوه في البطولة. منتخب كوريا الشمالية من أكثر المنتخبات إزعاجا لأي منتخب بده يلعب ضده. فبالتالي المنتخب الأوزبكي والأردني أتوقع رح يلاقوا صعوبة أمام كوريا الشمالية، ولكن في الأخير أوزبكستان والأردن هي الخبرة الأكبر في بطولة كأس آسيا، وأتوقع أنه حيتأهلوا. ولكن كوريا الشمالية ما حيكون خصم سهل. بالنسبة لمنتخب البحرين منتخب متراجع بالفترة الأخيرة، ولكن في كأس آسيا دائما بيقدم أداء جيد، ومشان هيك أنا بعتبر هذه المجموعة هي المجموعة الحديدية في بطولة كأس آسيا 2027. المجموعة الثالثة اللي بتضم منتخبنا الوطني، المنتخب السوري، إلى جانب منتخب إيران ومنتخب الصين ومنتخب قرغيزستان. بغض النظر عن منتخب إيران اللي هو مرشح يكون مركز أول في هذه المجموعة، منتخب سوريا حتى يتأهل من هذه المجموعة مفتاحه هو مباراة قرغيزستان. مفتاح التأهل من هذه البطولة هو مباراة قرغيزستان، انك تفوز على قرغيزستان وتخطف نقطة تعادل من الصين، او تفوز على الصين تتأهل كثاني او كأفضل ثالث على أصعب الاحتمالات. والشيء اللي بيبشر أن منتخب سوريا في لقاءاته مع الصين في الفترة الأخيرة دائما المنتخب السوري بيحقق أداء جيد ونتيجة إيجابية. يعني في تصفيات 2018 فزنا على الصين في أرض الصين وتعادلنا معهم في الإياب، وبعدين في لقاءات ودية لعبنا مع الصين وفزنا عليها في أرضها. فبالتالي اللقاءات الأخيرة لمنتخب سوريا مع الصين بتبشر بالخير. لكن إذا ناخذ نحن هلا على مستوى المنتخب السوري حاليا، منتخب قرغيزستان ومنتخب الصين قريبين على مستوى منتخبنا. الصين وقرغيزستان وصلوا للدور الثالث في تصفيات كأس العالم الماضية، ومنتخبنا الوطني ما تأهل للدور الثالث في التصفيات الماضية. لكن هذا الشيء ما بيدل أن نحن ما رح نتأهل ورح نخسر. المنتخب السوري عنده أول شيء لاعبين جيدين، منتخبنا في لاعبين مغتربين جيدين، وثاني شيء عندنا قاعدة جماهيرية في السعودية، قاعدة جماهيرية كبيرة جدا موجودة في السعودية. هذا حيكون عامل إيجابي في كأس آسيا القادمة. لكن المهمة لن تكون سهلة. يعني أنا أكيد ما بستثني مباراة إيران أن نحن ممكن نخسر، أكيد رح نخسر، أكيد لا. منتخب سوريا أمام إيران في كأس آسيا الماضية
قدمنا اداء جدا مميز ووصلناهم لركلات الترجيح في الدور 16. يعني منتخب سوريا امام ايران ايضا بيقدم اداء جيد، يعني ليس المنتخب الايراني بعبع لمنتخبنا، ولكن اكيد منتخب هو مونديالي، منتخب ما سهل، ولكن مفتاح التاهل لمنتخب سوريا من هي المجموعه انك تفوز على قرغيزستان وتخطف نقطه او فوز من الصين، واتوقع ما شيء صعب، ولكن لازم نحط في بالنا ان هي المنتخبات ليست بالمنتخبات السهله. قرغيزستان وصلت للدور الثالث في تصفيات كأس العالم السابقة وفازت على قطر في قلب التصفيات، فازت على قطر المنتخب بطل كأس آسيا، فازت عليه في التصفيات الماضية، وحققت أيضا نتائج إيجابية، تعادلت مع الإمارات أيضا في التصفيات، فمنتخب ما سهل. والمنتخب الصيني أيضا عم يتحضر لهي البطولة بشكل جيد، وخصوصا في حال زيادة عدد منتخبات كأس العالم ل 64 منتخب، منتخب الصين سيبنى عليه بشكل كبير في الفترة القادمة حتى يتأهل للمونديال. منتخب الصين سيبنى عليه في الفترة القادمة حتى يتأهل للمونديال. المجموعة الرابعة بتضم منتخب أستراليا، منتخب العراق، منتخب طاجيكستان، ومنتخب سنغافورة. شوف، المنتخب العراقي كعبه عالي في هاي المجموعة. منتخب العراق قادر يفوز على أوزبكستان، على طاجيكستان، وعلى سنغافورة، وحتى على أستراليا. المنتخب العراقي بيمتلك مدرب جراهام أرنولد، مدرب أسترالي بيعرف المنتخب الأسترالي مزبوط، بيعرف لاعبين أستراليا مزبوط، فلا تستغرب أن المنتخب العراقي يفوز على منتخب أستراليا في هذه البطولة ويتصدر هذه المجموعة. ما في أي شيء مستحيل. صحيح ما كان الأداء جيد في كأس العالم، ولكن كأس العالم الوضع مختلف، مجموعة صعبة جدا لمنتخب العراق. فإن شاء الله هذه البطولة تكون هي بداية عودة المنتخب العراقي للمستوى الجيد، وإن شاء الله المنتخب العراقي قادر أنه يعود ويحقق نتيجة إيجابية في هذه البطولة ويتأهل حتى كمتصدر من هذه المجموعة. يعني أتوقع معنا مهمة صعبة هذه المجموعة، الفوز على سنغافورة وعلى طاجيكستان ممكن لمنتخب العراق وليس بالشيء الصعب، ولقاء أستراليا حيكون حاسم على صدارة المجموعة. المجموعة اللي بعدها هي مجموعة متوازنة، مجموعة بتضم كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام، واليمن. شوف، هلا منتخب الكوري الجنوبي اكيد مرشح يطلع كمتصدر لهي المجموعه. المنتخب الاماراتي عم يبنى عليه بشكل جيد، وصل للملحق في تصفيات كاس العالم، تجنيس اللاعبين فادت المنتخب الاماراتي، عم يطلع شوي شوي. انا كشخصيا اتوقع منتخب الامارات سيكون في كاس العالم القادمه، هذا توقع شخصي. منتخب الامارات قدم اداء جدا مميز في تصفيات كاس العالم الماضيه، ووصل للملحق، وحتى في الملحق امام العراق قدم اداء جيد. بالنسبة إلي منتخب الإمارات يسير في الطريق الصحيح، فأتوقع رح يكون منافس لمنتخب كوريا الجنوبية على بطاقتي التأهل في هذه المجموعة. فيتنام منتخب متطور ما سهل، والمنتخب اليمني منتخب قادم بقوة. المنتخب اليمني تأهل أمام لبنان في تصفيات كأس آسيا اللي شفناها، وأيضا الشيء المميز بمنتخب اليمن أنه عنده قاعدة لاعبين شباب مميزة جدا، عنده يعني المنتخبات الناشئين والشباب عم يقدموا أداء ونتائج جدا مميزة، فهدول اللاعبين الشباب ممكن نستفيد منهم منتخب اليمن ونشوف أداء جدا مميز في كأس آسيا القادمة. خصوصا أيضا المنتخب اليمني بيمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في السعودية، وأتوقع المنتخب اليمني سيحقق شيء في هذه البطولة، على أقل تقدير أن يتأهل كأفضل ثالث من هذه المجموعة. المجموعة الأخيرة واللي هي صنفتها أنا تحت اسم مجموعة الموت، مجموعة اللي بتضم منتخب قطر بطل النسخة السابقة، منتخب اليابان، طبعا ما في داعي نحكي عن منتخب اليابان، منتخب فوق العادة، مرشح أن يكون بطل هذه المجموعة وبطل الكأس، يعني مرشح، ومنتخب تايلاند أكيد منتخب ما سهل، ومنتخب أندونيسيا المنتخب المتطور الذي وصل أيضا إلى الملحق العالمي، إلى الملحق الآسيوي في النسخة السابقة من تصفيات كأس العالم. فمنتخب أندونيسيا مع التجنيس اللاعبين أيضا قادم بقوة لحتى يحقق شيء في هذه البطولة، وحتى أيضا ينافس على التأهل لكأس العالم في التصفيات القادمة. فالمنافسة حتكون بين اليابان وقطر على الأول والثاني، وأندونيسيا أتوقع تطلع كأفضل ثالث في هذه المجموعة. ومنتخب تايلاند ما سهل، يعني منتخب تايلاندي أيضا منتخب متطور ورح يكون مزعج في هذه المجموعة. لهيك أنا صنفت هذه المجموعة مجموعة الموت، لأنه ما في ولا لقاء سهل، ما في ولا لقاء سهل. منتخب اليابان صحيح منتخب يعني شفناه في المونديال قدم أداء ممتاز، ومنتخب مرشح ليفوز في هذه البطولة القادمة كأس آسيا، وأيضا يطلع متصدر من هذه المجموعة. لكن منتخب اليابان في كأس آسيا بالذات بتشوفه مو في أدائه المعتاد، لأنه يعني متعود أنه يلعب مع منتخبات كبيرة جدا، متعود يلعب مع منتخبات أوروبية، منتخبات من أمريكا الجنوبية. ففي كأس آسيا بتحس منتخب اليابان ممكن في المجموعات بيكون جيد، ولكن بس بلشت الأدوار الإقصائية بتشوف منتخب اليابان بلش يتراجع، وحتى بنشوفه يعني ما بياخذ البطولة. يعني منتخب اليابان من 2011 ما حقق بطولة كأس آسيا، هذا الشيء يعني صعب في الكرة اليابانية. فأتوقع إن شاء الله هي المجموعة رح تكون هي مجموعة الموت، ما فيها أي لقاء سهل. أكيد المرشح هو اليابان وقطر، ولكن أندونيسيا أتوقع رح تكون
من المنافسين على التأهل أيضا في هذه المجموعة. طبعا نظام البطولة مثل ما حكينا عندنا 6 مجموعات، بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث. يعني بصير في عندنا 16 منتخب بتأهلوا للدور ثمن النهائي أو الدور 16 مثل ما قلنا، أول والثاني من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بتحقق المركز الثالث هي بتتأهل للدور 16 أيضا. البطولة إن شاء الله مثل ما حكينا من 7/1/2027 لحتى 5/2/2027 في المملكة العربية السعودية ستستضيف هذه البطولة. لقاء الافتتاح سيكون بين منتخب السعودية ومنتخب فلسطين إن شاء الله 7/1/2027. بطولة مرتقبة خصوصا المنتخبات العربية. صعب جدا تتوقع البطل من الآن، لأن شفنا النسخة السابقة ما حدا كان متوقع منتخب الأردن يوصل للنهائي، بالإضافة إلى قطر. الكل كان مرشح اليابان، هذه الحقيقة، الكل كان مرشح اليابان أنه هو يأخذ البطولة الماضية. منتخب الأردن حقق المفاجأة ووصل للنهائي، ومنتخب قطر أيضا حقق البطولة للمرة الثانية على التوالي. فبطولة صعب تتوقع الفائز فيها، ولكن في إن شاء الله حنشوف بطولة مميزة وبطولة تنافسية إن شاء الله. في الختام بتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. بتمنى منكم بعيدا عن العاطفة، ركزوا لي على بعيدا عن العاطفة، كتبوا لنا من تتوقعوا يكون بطل هاي البطولة بكل حيادية، والله يعطيكم العافية.